السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم؟ إن شاء الله طيبين، شو أخباركم؟ شو علومكم؟ وش مسوين؟ صلوا على النبي يا جماعة الخير، اللهم صل وسلم على نبينا محمد. الله يسعد هالوجيه، قولوا آمين. اليوم عندنا قصة شيء غريب. هذا لا قال لك النصيب بيلحق وراك، لو انحشت منه بيلحق وراك نصيبك. فقصة فيها شيء من الضحك، ما تدري تضحك، ما تدري تنبسط على الشيء اللي صار. المهم هذا شخص جميل لطيف حنون كالعادة. الشخص هذا يقول خذيت اختي هذاك اليوم لانه كان عندهم استراحة، فخذيتها وديتها السوق. دخلت محل حق ملابس، سيتي ماكس ايش اسمه ذا. المهم يقولوا دخلت معها كذا وتفرفر كذا، يقول انا تعبت وفي نفس الوقت قاعد اتفرج، يعني اشوف الاشياء اللي موجودة وزي كذا. يقول فطاحت عيني على الكاشيرة، فيها بنت، يقول ما شاء الله تبارك الله، جمال في عيونها. بس يقول انا ما شفت الا من عيونها، انا بالنقاب وزي كذا. يقول سبحان الله عيونها دي، ايش احكي لك يا وليد. يقول قسم بالله تخرفنت لدرجة اني كنت بقول لاختي بالله روحي صيري صديقتها. المهم يقول وانا اوجز زي كذا وصرت اوقف اناظر فيها، لما تناظر فيني اوخر، وعلى هالحالة وهي تحاسب الناس وكذا، وما شاء الله تبارك الله عليها. يعني جلست افكر واطالع وزي كذا، ونسيت اختي ونسيت اني جايبها معي السوق، متخربن خلاص. فاقول يعني في نفسي، قلت البنت هذه ان كانت متزوجة فيها حظ زوجها والله، وان كانت ما هي متزوجة فالله يوفقها يا رب وتصير من نصيبي. يقول كنت اقول كذا باستهبال، يعني لانه ما في ولا 1% انه ممكن هذه تكون لي، يعني ما اعرفها ولا تقرب لي ولا اي شيء. فجلست كذا وكملت، قاعد اروح واجي زي كذا عشان البنت ما تتقروش مني، لكني من بعيد ما زلت اناظر من بعيد لانه عيونها جمال سبحان الله. المهم رحت عند اختي كذا، فشافتني قالت لي انت ايش فيك؟ قلت ما فيني شيء، ايش فيني يعني؟ قاعد اضحك. قالت لا ما انت مضبوط. قلت والله العظيم ما فيني شيء. ليه وش فيه؟ قالت طيب. المهم نمشي انا وياها ونروح ونجي زي كذا، ابغاها تخلص بسرعه. يقول لين ما خلاص خلصت قربنا عند الكاشير، جيت بوقف. يقول وانا ما اخترت لانهم 4 اللي موجودين، ما جيت الا عند هالبنت، مع انه كان عندها شوي، يعني عندها بنتين قدامنا. المهم اوقف كذا وانا على بالي ان اختي جنبي، لاني مسرح وقاعد اشوف البنت وابغى اتجهز، يعني اذا قربت احاسب لاني جاني توتر. البنت هذه سبت اني معجب فيها وزي كذا. المهم اختي قالت لي شوي بروح بجيب حاجه، ما ترجع شيء وتاخذ مقاس اكبر. انا ما سمعتها، فما انتبهت لها اصلا ولا كنت متخربط. فراحت الاولى وراحت الثانيه. يوم قربت انا الا كذا ناظر في اختي ما هي موجوده. وهذه البنت يعني الكاشيره دي يوم خلصت من اللي قدامي راحت التفتت ونزلت كذا في الدرج، ما ادري ايش تاخذ. على التفاتتها والله يا وليد لا شعوريا تخيل الكلمة اللي أشغلتني طول عمري. المهم على التفاتة البنت هذه قامت كذا فقالت تفضلي يا قلبي. أنا يوم سمعت الكلمة هذه أنا على بالي أختي جنبي، يوم التفت ما هي فيه، ما في لنا الحالي. أناظر يمين يسار، هذه تقول مين. يوم شافتني قالت أوه سوري معليش. قلت لها، قلت والله يعني ارتبكت ما عاد عرفت شو أقول. استحيت يا وليد. قالت لي الكلمة هذه والله يا وليد، الكلمة دي يوم سمعت يا قلبي كأنها سهم كذا دخل في قلبي. يقول أنا متخربة من شكلها. تخيل أنها قالت الكلمة هذه وهي غلطانة، يعني يمكن من كثر ما تحاسب للحريم وزي كذا. يوم قالتها أنا ما سمعت إلا كأنها تقول لي تفضل يا قلبي. هنا زادت الخرفنة. البنت تعتذر معليش سوري وكذا ما ادري ايش. قلت لها لحظة اختي وينها؟ قاعدة ادورها وانا متخربن. فقالت لي وش فيه؟ قلت لا اختي بس راحت ترجع شيء، خذي الاغراض هذه وانا رايح فيها. يقول قلبي طربنق طربنق. ما عاد عرفت اتكلم يا ولد، بديت ارجف. الكلمة كلمالها يا قلبي يا قلبي يا قلبي.
والبنت منحرجه. يوم جت اختي تشوف وجهي احمر واخضر، فنظرت فيني قالت ايش فيك؟ قلت وين رحتي انت؟ شلون رحتي ولا علمتيني كذا؟ قالت اقول انت ما انت بصاحي اليوم اصلا، شكلك متخرفن على عيون البنت. يوم قالت الكلمه هذه لي، يا الله يا وليد، يا الله كيف حست فيني اختي بشكل ما تتصور. فجت تحاسب اختي، وقفت كذا وانا بحثت شوي كذا وخليتها تحاسب. طولت اشوفها تضحك مع البنت ويسولفون وزي كذا. صراحه انبسطت، قلت يا رب انها تعرفها. يا رب انهم يعرفون بعض. لكن وقفت قلت خلني اشوف على ما تطلع اختي. المهم يوم جت تطلع اختي قالت لي تعال تعال اجل، عرفت الخرفنه هذه كلها ليش؟ قلت وش فيها تضحكين مع البنت تعرفينها انت؟ قالت لا ما اعرفها، بس ترى قاعد تعتذر، تقول انها قالت كلمه بالغلط تحسبك يعني من كثر ما تقول للبنات. قلت اي والله هذه الكلمه اللي جابت راسي وانا اخوس. قالت امشي ادري من يوم وكنت خروف امشي. قلت لها اسمعي تكفين. يوم طلعنا للسياره قلت اذا تبين السوق هذا بالذات المحل والله العظيم لا اجيبك في اي وقت. قالت ايه وش فيك انت صاحي ولا ايش؟ قلت لها والله ما اكذب عليك، البنت هذه قسما بالله من يوم شفت عيونها وانا متخرفن. امانه ابي منك بس طلب انك تروحين وتقولي للبنت هذه تشوفين هي متزوجه ولا؟ قالت اقول استحي وجهك ايش ذا الكلام، اثقل خلق رجال. المهم قالت كذا حسيت اني من جد انا زودتها ومشيت. رحت البيت يا ولد اليوم الاول وانا افكر فيها. يا وليد والله تعبت، والله قاعد افكر بعيونها. لو يا شيخ قلت ليتني بنت عشان اقدر اروح كل يوم واشوفها. والمشكله انه المحل هذا يعني ما في شيء خاص برجال عشان اروح، اغلبه حريم وحق اطفال وزي كذا. المهم اليوم الثاني واختي كل شوي ترمي علي كلمه، كل ما شافتني رمت كلمه، واروح عندها ها ما ادري فين السوق. فصارت تضحك لين ما تعبت خلاص. رحت عندها قلت اسمعي فلانه، ترى انا اخوك وانا انسان ما اكذب عليك، والله البنت هذيك اللي قاعد افكر فيها انا صادق، ترى انت عارفه الحمد لله كل شيء عندي، وظيفه عندي وسياره عندي وبيت بستاجر وقادر على البيت وكل شيء. يا البنت هذه والله اني ابيها بالحلال. اخوك قلبه يتعذب، تكفل لا تخليه يتعذب اكثر. يقول اول مره افضفض كذا لاختي، يعني صراحه يوم شافتني كذا قالت من جدك تتكلم انت؟ قلت والله اني من جد. تكفي بس ابي منك تحاولين انه تروحين للسوق هذا على انك تشترين، وروحي شوف البنت هذه اساليها بس اذا هي مخطوبه ولا مو مخطوبه، اعرفي مين هم من اهلها وزي كذا. قلت له خلاص ان شاء الله اجل. المهم خلال الايام هذه الاشياء اللي بطلبك اياها لو نفذتها لي انا مستعد اروح. المهم قامت تسوي نفسها وكل شوي تطلب لي شيء. مصالح يعني مصلحه بمصلحه. قلت له اجل عين تكرم مدينه، والله مو بعشانك يا اختي عشان ذيك الحلوه. المهم بعدها بكم يوم قالت لي خلاص الحين ودني وانا بروح اشتري الغرض وبشوف البنت وبكلمها. يوم رحنا يا وليد المحل، تدخل اختي وتطلع بسرعه. يا ولد يوم طلعت قلت بس شكلها صار شيء ولا. المهم اول ما طلعت ها وش فيه وش صار؟ قالت البنت الحسن حظك الحلو انها اليوم ما داومت. قلت والله اني اعرف حظي، انا حظي شيء، حظي زفت. تقول لكن كلمت واحده من اللي موجودين واخذت رقم البنت. يا الله يا وليد يوم قالت كذا انبسطت فرحت. يا الله كيف السعاده جتني بشكل ما تتصور. انبسطت قلت الحمد لله هذه بداية الخير. يلا جابت الرقم خلاص. المهم انا متحمس وقلت لاختي دقي عليه. قالت خلاص يا بحال خلني اروح البيت وبعدين ادقي عليه. قلت طيب انا مستعجل وابغى اشوف. قالت ما عليك الا اضبط امورك، دامك تبي البنت بالحلال ما عندك لف ودوران ابشر. المهم اروح ذاك اليوم ما خليت مكان. جبت لاختي وجبه من ماك، جبت لها ايس كريم، جبت لها حلويات، جبت كل شيء. كل شيء جبته ذاك اليوم، لدرجه انها تشوف يعني قامت تطقطق علي قالت وش رايك ناجل الموضوع عشان كل يوم تجيب لي الاشياء. لانها مستغربه تقول اول مره اشوفك كذا. قلت لها تكفين انت عارفه هذا الموضوع بالذات لو تبين اللي تبينه خليه يتم، والله العظيم لك هديه.
وش هديتي؟ قلت والله ابشري باللي تبينه. فاستغلت الوضع طبعا هي، وقالت لي اسمع، انا صراحة ما عندي لابتوب بتعرف انت، افتحه كذا ينام خربان، اذا تم الشيء هذا تجيب لي لابتوب. قلت ابد والله لطق لك لابتوب جديد وعلى ذوقك، او اعطيك الفلوس وتروحين. طلعت اختي مصلحجيه، بس قلت يلا مو مشكله، هذه اختي اختي ولا حد بعيد. فصرت ازعج اختي، ها وش صار، ها وش صار، وش كذا، الين ما جات ذاك اليوم وقالت لي تعال دقت علي قالت لي تعال ابيك، ابى اكلمك في الموضوع. واطير ذاك اليوم يا وليد، ما ادري ايش كان عندي، واحد من اخوياي سحبت عليه ورحت البيت على طول ودخلت عندها، جلست قلت ها وش صار. ناظرت فيني كذا وجهها مقلوب، قالت معليش يا اخوي مالك حظ، للاسف البنت طلعت متزوجة. يا الله يوم قالت ذا الكلام يا وليد، قلت لها اسألك بالله صادقة؟ ناظرت فيني قالت طيب واذا متزوجة يعني خلاص ان شاء الله انه نلقى لك. قلت اسألك بالله صادقة لان شافت وجهي تغير. قالت لا اكذب عليك، البنت لا هي متزوجة ولا شيء، بس البنت تدرس وتشتغل، وأول سنة لها في الجامعة، وأخذت وأعطيت معها وعلمتها أنا مين، وقلت لها إني أنا أبي أخطبها. طبعا علمتها عنك يا الإنسان الجميل وكذا، عرفتني وعرفت الموقف اللي صار. فقالت لي أعطيني فترة بس أفكر، أو تعالي لي المحل نتكلم في هالموضوع. يا شيخ على طول سحبت اختي، قلت قومي الحين. قالت يا ولد اذكر ايش اللي اقوم الحين الساعه 11 في الليل، ايش فيك انت؟ العالم خلاص بتسكر، ما عاد في عقل، متحمس. قالت خلاص بكره ابى اوعد البنت واروح لها. قلت طيب. المهم واطلع من يا شيخ من الساعه 3 العصر، صليت وطلعت من المسجد واخذت اختي على طول، قلت لها يلا، واروح انا وياها وانزل اختي، وتدخل البنت. طولت وتكلمها وزي كذا، وهي وراسلها انا في الواتس ها وش فيه وكذا. قالت ترى قاعد اوري البنت رسائلك تلعب علي. المهم وانا متوتر وجالس افكر وش بيصير، الا طلعت اختي. المهم يوم جت هاي فلانة تكفين وش صار؟ قالت اسمع تروح الحين محل اللابتوبات تشتري لي اللابتوب. قلت وش صار طيب علمين؟ قالت لي البنت تقول حياكم الله وتقدرون تجون للبيت تكلمون امي لانه ابوها متوفي، تكلمون امي وابد حياكم الله في اي وقت. يا الله يا وليد، يوم سمعت الكلام ده يا اخي ايش احكي لك، مسكت اختي وحبيت على راسها، مشيت على طول قلت لها ابد الحين اللابتوب بيجيك، واروح واشتري هاللابتوب وتنبسط. قلت لها تكفين، خليك مهتمة في هذا الموضوع، والحين جاء دورك انك تكلمين امي وتقولين ان هذه صديقتك، لا تقولين انها في المحل الفلاني او شيء. قالت ما عليك. رحنا البيت ونزلت اختي وما دخلت انا، قلت اخليها تاخذ راحتها مع امي وتكلمها. وبالفعل راحت كلمت امي، رغم ان امي كانت تبيني البنت اختها، الا ان اختي اصرت انه قالت هذه صديقتي والبنت متعلمه وكويسه ومدري ايش وكذا. طبعا ما جبنا طاري انها تشتغل في المحل. فقالت امي خلاص اذا الولد موافق الله يوفقه. يا الله يا وليد ايش احكي لك، يوم اختي اعطت امي رقم ام البنت وكلمتها، تواعدوا وبالفعل خذيتهم هذاك اليوم وديتهم عند اهل البنت. ادخلوا وتكلموا مع بعض، وطبعا كلام قبل الخطوبة وقبل كل شيء، فاتفقوا وصارت امور، لاني قلت لامي اي شيء يقولون قولي تم. المهم طلعوا اهلي، ركبوا السيارة، شفت امي كذا مبسوطة، ناظرت فيني قالت لي يا ولدي بصراحة اختك عرفت تختار لك ونعم البنت. قلت في نفسي اي والله اذا انا اللي شفت عيونها بس تخرفنت، فما بالكم انتم اللي شفتوها الحين. قالت ونعم فيها ونعم في امها وزي كذا. المهم علموني وش اللي صار وزي كذا. قلت لامي ابد انا جاهز في كل شيء، وكلميهم وخذي معهم موعد عشان تصير الخطوبة والملكة مرة واحدة. فقالت اختي لا خلى خطوبة وشوف البنت، انت ترى مستعجل كذا، يعني هي في نفسها اصلا تقول لي ترى انت ما شفت الا العيون لا يغرك، يمكن تحت البرقع ذا يكون حنفي فما تدري، يمكن
ما تعجبك وزي كذا، يعني هذا اللي فهمت منها. فقلت خلاص خطوبة مو مشكلة. المهم لين ما اتفقوا معاهم وجت يوم الخطبة يا وليد، ورحت عشان اشوف هذه البنت. يا الله تذكرت كل شيء صار في هذاك المحل. كنت اشوف بس عيونها، الحين شفتها سبحان اللي خلقها. من قوة الخرفنة ما عاد عرفت اتكلم، والبنت مستحية واضح. المهم انه ما صدقت انها عدت على خير. اليوم هذا عدى واروح عند امي واناشبها، قلت ابي الملكة بسرعة هذا الاسبوع، ابي الزواج في اقرب وقت. اهدى يا ولدي طيب لين نشوف ترتيباتهم نشوف كيف ومدري ايش. قلت كلموهم نبي في اسرع وقت. طبعا كان الشرط الوحيد من البنت انه الحين ما تبي تتزوج لانه دراسة وزي كذا. قلت لاختي طيب عادي نتزوج وتكمل دراسة وانا اوديها انا اوصلها. شوف من قوة الخرفنة. وبالفعل بعد ما اصريت وزي كذا وافقت البنت يا وليد. زواجي بعد شهرين. لو احكي لك قديش السعادة اللي داخلي، ومن جد يعني نصيبك راح تاخذه لو ايش ما كان. اللي الله كاتبه لك بيصير في اي لحظة. يعني انا رايح المحل وداخل مع اختي، ما كان في بالي ولا 1% اني بخطب البنت هذه، لكن سبحان الله من عيونها بس صار هذا كله. فهذا ان دل على شيء يدل على انه الحلال ترى ما في اجمل منه. الحلال ما في اجمل منه، خصوصا اذا شيء يعني حبيته وعجبت فيه. لا تستصعب الامور دامك تبي الشيء هذا بالحلال. مثل ما سويت الحمد لله، اختي ساعدتني بعد فضل الله سبحانه وتعالى. وسبحان الله كأن الله ارسلني انا واختي لهالمحل عشان نشوف النصيب والبنت اللي دخلت حياتي وصارت سعادة بالنسبة لي. وانا ما حكيت السالفة هذه يا وليد الا عشان اقول لك حاجتين. الحاجة الاولى، سمعت قبل قصص كثير فيها نهايات حلوة يمكن مشابهة لقصتي، فهذا الشيء اللي حمسني اكثر، واقول سبحان الله هذا النصيب اللي كلنا نتمناه، خصوصا اذا كانت البداية ترضي الله سبحانه وتعالى، يعني ما يكون فيها لف ودوران. وهذا الحاجة الثانية اللي انبه فيها، بنات الناس ما هي لعبة. اذا شفت بنت سواء في مول، سواء في محل، سواء في اي مكان في اختلاط، لا تحكم على البنت هذه على طول. فلا تحكم عليها او لا تستغلون البنات هذولي او تحاولون تشوهون سمعتهم، او انه تسوي حاجة او تكذب عليها او يعني اي حاجة من الامور هذه كلها. لانه البنت هذه ما جلست في هذا المكان الا لانها يعني اكيد تعاني، واكيد عندها اهل وعندها اشياء، فهي اشتغلت بعرق جبينها بشيء يرضي الله سبحانه وتعالى. اشتغلت في مكان محترمة نفسها. عشان كذا اغلب الشباب اللي يروحون المولات ويقعدون يستهبلون على البنات اللي في المحلات ويضايقونهم، ويشوفها كأنه يشوف وحدة رخيصة، ترى انت غلطان. والله العظيم تفكيرك وإساءتك بالظن هذه، أو إذا تماديت ولا رحت حاولت إنك توصل للبنت بطريقة أيا كان طريقة ما هي كويسة، صدقني كما تدين تدان. وإساءتك بالظن هذا بيجي يوم فيه اللي بيسيء فيك وفهلك. وإذا كان في راسك مثلا إنه أعجبت في أحد في أي مكان، يعني أنت تعجب إيش اللي في راسك، يعني راسك فيه شيء تبيها بالحلال، تروح له مع باب البيت. أما اللف والدوران، أعطيني سنابك، أعطيني مدري إيش، أعطيني، وهذا اللي كاثر في أغلب الأماكن المختلطة، أغلب المحلات. وهذا الكلام أقوله للشباب وأقوله لأي بنت برضو موظفة في هذه الأماكن. أنت بنت ناس مهما كان، فلا تنزلين نفسك أبدا لأي مخلوق يجي يحاول يستهبل، يحاول أبشتري كذا بس أعطيني سناب، أبشتري حاجة بسوي كذا، والحركات اللي تصير ومعروفة واللي أغلب البنات يعانون منها في المولات. مو بس حتى من الشباب، حتى صاروا من الشياب الشكردادية. يا بنتي يا عمري يا قلبي انت مثل بنتي، ويقعد يستهبل واعطيني رقمك، اعطيني سنابك عشان ايش، ويقعد بعدين يغث البنت
ويدخل في طريق، لأنه البنت لو طاحت في هذا الطريق ما راح تطلع منه. وكل اللي بيجون بهذه الطريقة الشيء اللي يبدأ وما يرضى الله سبحانه وتعالى ما راح يرضيك أبدا. وهذه المقولة أنا أقولها دائما لأي أحد. فإذا كان في شخص يبي الحلال بيروح مع باب البيت، أما من وراء التريلات وأتعرف عليك وأشوفك ومدري إيش وكلام فاضي ما ينفع. هذا الشيء اللي أنا سويته يوم حسيت إني عجبت في هذه البنت وبديت أنشغل فيها أكثر. خليت الموضوع عند أختي لأنه بنت مثلها، وإذا كان في خير تدخل في الموضوع. عشان كذا رب العالمين وفقني وصارت البنت هذه زوجتي، وزواجي إن شاء الله بعد شهرين، وراح تكون أنت يا وليد ومتابعينك معزومين كلكم. وبإذن الله أني أعطيك التفاصيل كلها في وقتها يا وليد. بس أهم حاجة أنكم تفرحوا لي وتدعوا لي أن الله يتمم لي أنا وزوجتي على خير، والله يوفق كل اثنين يحبون بعض، يوفقهم بالحلال، والله يبعد عنا وعنكم عيال الحرام وبنات الحرام. انتهت القصة. جميل جدا. أنا يعجبني النهايات الحلوة، أحبها والله العظيم. مهما كانت البداية أهم شيء النهاية تكون حلوة وحاجة ترضي الله سبحانه وتعالى. يعني هذا الشخص أنا أحييه صراحة وأقول الله يوفقك ويسعدك ويتمم لكم على خير، والحمد لله هذا النصيب اللي ونعم والله فيه. الله يوفقكم والله يسعدكم يا رب. فأفضل حل اللي سويته أنت صراحة، وأختك والله ونعم أخت رجال صراحة أنها وقفت معك وساعدتك في هذا الشيء. بس حلو أنها أخذت لابتوب يلا غريبة ما قالت أبي آيفون 15 المهم الله يوفقك يا حبيبي، وعقبال كل اثنين يحبون بعض. الله يجعلكم إن شاء الله من نصيب بعض بالحلال، تبعدون عن أحبك وأموت فيك، ولا أنتن بناتي أحبكن وأموت فيكن ذاك اللي لا حول ولا قوة إلا بالله. صلى على رسول الله. أشوفكم على خير إن شاء الله في قصة جاية. هلالي في أمان الله.